فالحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وأحب أن أسأل سؤال أو سؤالين قبل أن ندخل في هذا الموضوع المهم والخطير جدا. إذا قامت الساعة فكيف سيستطيع الإنسان أن يغرس فسيلة أو حتى أن يعني يتكلم بكلمة؟ خلاص قامت الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الآن سيذهب ويحفر للفسيلة ويأخذها ويضعها ويدفنها، الساعة قامت. كيف نصور هذا؟ يعني هي يعني تقول كأنه مبالغة بأنه لا تتوقف عن العمل مهما كانت الظروف. جميل جدا. أنت تبذل العمل والثمرة ليست عليك، ولا يشترط أن تجنيها أنت بنفسك، قد يجنيها من بعدك، بس هذه قامت القيامة. أنت تجر على العمل ولا تجر على الثمرة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال ليس بعبادة محضة، يدخل العبادة المحضة من باب أولى. من باب أولى أنك يعني إذا كنت ستغرس الغرس فمن باب أولى أنك لو استطعت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين. جميل. أو نقول إن هذا للتقريب. إذا قامت الساعة يعني إذا اقتربت الساعة، إذا رأيت أماراتها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام العرب. تستحضرون أظن بعض الأمثلة على العبارة التي تدل في ظاهرها على الوقوع وفي حقيقتها على قرب الوقوع. أتى أمر الله يعني قرب وقوعه. اقتربت الساعة، اقتربت، هذا بين اقتراب لكن وقوع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. قد بلغت أجلها وكيف تستطيع أن تمسكها؟ انتهى الموضوع. اقترب بلوغ أجلها. نعم. حتى المؤذن حين يقول قد قامت الصلاة لم تقم بعد، ستقوم بعد قليل. إذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا قامت الساعة يعني إذا اقتربت رأيت أماراتها، فأماراتها لا تمنعك من فعل الخير المطلوب.